ازيكوا يا حبايب قلبي؟ وحشتوني قوي. قبل ما نبدأ، يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تسمعوا القصة دي. قصة من أصعب الحكايات اللي ممكن بنت تعيشها. قصة وجع وصراع وكسرة مش بتتصلح. أنا اسمي لمياء، عندي 25 سنة ومخطوبة بقالي سنة. عايشة مع أخويا الكبير ومراته، لأن بابا وماما الله يرحمهم توفوا من 3 سنين وما ينفعش أعيش لوحدي. إحنا مفيش حد غيرنا. أخويا كان رافض إني أعيش لوحدي تماماً، وقال لي أنتي أمانتي لحد ما تتجوزي. اضطريت أعيش معاهم وكنت فاكرة إن ده أمان، بس للأسف أخويا متجوز بقاله 3 سنين ولسه مراته ما خلفتش. كانوا بيتخانقوا كتير، بس هو متمسك بيها، دايماً يقول لي ربنا هيرزقنا قريب. مراته كانت في الأول كويسة معايا، كنا بنسهر سوا ونتكلم كتير، وهو ينام بدري علشان شغله. أنا مش بشتغل، وخطيبي أغلب تواصلنا كان بالتليفون لأنه مشغول على طول. أخويا كان شايل مسؤولية البيت كلها ورافض تماماً إني أشتغل أو أشارك في المصاريف. بيقول لي دايماً ده بيتك وإنتي ملزومة عليه. حصلت مشاكل جامدة بين أخويا ومراته، وكنت دايماً بحاول أصلح بينهم، لحد ما في يوم مراته خدت شنطتها ومشيت. أخويا لما رجع من الشغل حكيت له اللي حصل. قال لي طالما مشيت من غير إذني خلاص مش هرجعها تاني. وحاولت كتير أصلح، لكن مفيش فايدة، ومراته فضلت عند أهلها فترة طويلة. في الفترة دي بقيت أنا اللي بعمل كل حاجة في البيت، بس بدأت ألاحظ تصرفات غريبة من أخويا. بقى بيتكلم معايا كتير، يهزر معايا، يجيب حاجات مش معتاد يجيبها. بقيت أحس إنه مش هو. الكلام اللي بيقوله والنظرات والطريقة كلها غريبة. كنت بحاول أقنع نفسي إنه متضايق من موضوع مراته، بس في حاجة كانت غلط. كل يوم حاجة كانت غلط. كل يوم ألاقيه بيجيب مشروبات غريبة، ولما أشربها ألاقي نفسي نايمة طول الليل من غير ما أحس بنفسي. صحيت في يوم جسمي تعبان، حاسة بحاجة مش مريحة، وابتديت أشك. قررت أخد بالي، وفي يوم لما جاب لي عصير وأنا شايفة بعناية إنه مركز معايا، دلقت العصير من وراه. رجعت لقيته بيصر إنه يدخل الأوضة وأنا نايمة، وابتدى يتصرف تصرفات مش طبيعية، بس أنا كنت صاحية وممثلة إني نايمة. لما حسيت بالخطر صحيت فجأة وصرخت فيه وقلت له أنت إزاي تعمل كده؟ إزاي تنسى إني أختك؟ إزاي تتعدى حدودك؟ هو اتصدم، حاول يهددني، بس أنا كنت مصممة إن ده ما ينفعش يكمل. قعدت أبكي طول الليل، مش قادرة أستوعب اللي حصل. إزاي أقرب الناس ليا يبقى مصدر خوفي؟ إزاي اللي المفروض يحميني يبقى هو اللي يخليني أعيش في رعب؟ أنا دلوقتي محتارة، مش عارفة أروح فين ولا أقول لمين. لو اتكلمت ممكن أخسر كل حاجة، ولو سكت هفضل أعيش في كابوس. كل يوم بيعدي بحس إني ضعيفة أكتر. بحاول أقنع نفسي إن ربنا معايا وإن الحق هيرجعلي، بس الخوف قاتل ووجعي مش لاقي ليه دوا. يا ريت تساعدوني، انصحوني أعمل إيه. أنا بنت وقلبي مكسور من اللي المفروض يكون ظهري وسندي.